وعدتكم ان انا هعمل لكم سلسله حلقات ايهما افضل. سلسله حلقات ايهما افضل للي ما تابعش الحلقه اللي فاتت هفكرك فيها بسرعه. سلسله حلقات ايهما افضل دي سلسله حلقات بقارن لك فيها ما بين نوعين مختلفين من انواع خامات وماتيريال التشطيبات، من سيراميك لبورسلين لقعدات معلقه لرخام لدهانات. هقول لك فيها كل حاجه تخص التشطيبات والفرق ما بين نوعين مختلفين، انت محتار تجيب ايه فيهم، اجيب الغالي ولا اجيب الرخيص. الحاجات اللي انا استخدمتها والحاجات اللي هي محققه استخدام عالي مع الناس والناس ما بتشتكيش منها واللي احنا جربناها والماتيريال بتاعها كويس جدا، هنصحك بيها. فالنهارده الحلقه الثانيه في سلسله حلقات ايهما افضل، ما بين البورسلين الهندي وما بين البورسلين المصري. وده كتير بعتولي على رسائل الصفحه على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك بيسالوني اجيب الهندي ولا اجيب المصري. حتى انا لما ببقى نازل مع عميل بيبقى محتار اجيب الهندي ولا اجيب المصري. طيب احنا طبعا بنشجع صناعه البلد، مفيش ادنى مشكله ان احنا دايما بنقول الحاجه المصري عشان نشجع صناعه البلد، ولكن انا هقول لك للامانه انه الافضل فيهم من حيث الاسعار ومن حيث الماتيريال ومن حيث الشكل بعد التركيب ومن حيث الاستخدام. بالنسبه للبورسلين الهندي بالتكلفه، التكلفه بتاعته اعلى بكتير من تكلفه البورسلين المصري. طب ايه الفرق ما بينهم؟ يعني ايه اللي يخليني اجيب هندي وايه اللي يخليني اجيب مصري؟ بالنسبه للمصري، من اهم عيوب البورسلين المصري ان هو انت لو البلاط بتاعه بيكون فيه تقويسه او بلغه الصناعيه تقويره، يعني البلاطه مش ستريت، مش جايه حته واحده، بيكون فيها زي اوسه او لوحه بلغه الصناعيه. فدي لما بتيجي تحطها على الحيطه بتبان ان البلاطه محرفه او مسننه عن البلاطه اللي فوقيها. كمان لحاماتها ما بتكونش مظبوطه علشان القص الليزر بتاعها من الجناب ما بيكونش مظبوط. طب ده بعالجه بحاجه، ممكن اعالجه بالكليبسات وبالفواصل، ولكن العلاج بيكون بنسبه 95% مش بنسبه 100%. طيب بالنسبه للهندي تكاد تكون التقويسه دي معدومه في البلاطه الهندي او البورسلين الهندي. كمان درجه لمعان البورسلين الهندي اعلى بكتير من البورسلين المصري. كمان انا هوريك حاجه في الصوره دي، ان انا هقول لك ان زي ما انت شايف هنا البلاطين بيض، البلاطين نفس التشبيحه تمام، ولكن في فرق في اللون. يعني الابيض بتاع الهندي بيكون ابيض ساطع، ابيض صريح شويه عن بتاع الابيض المصري، مع ان البلاطين واحد التشبيحه واحده، ولكن في فرق جامد جدا. اللحامات بتاعت الهندي بتكون مظبوطه، بس هو مشكلته ان هو غالي في السعر شويه. اللمعه بتاعته بتكون دبل لمعه، بتكون عاليه جدا عن البورسلين المصري اللي بتكون فيها تقويسه، بتكون لمعتها مطفيه، بيكون الالوان فيها مش الوان صريحه، مش الالوان اللي انت تحب تشوفها الجلوسي الحلوه اللي هي الالوان اللي هي بتكون لامعه قوي. لا، ما بتكونش كده خالص، تكون مطفيه شويه. ولكن انت لو ما معكش فلوس او عايز تلم الدنيا فانت بتجيب البورسلين المصري وشجع صناعه بلدك.